انت شغله هو يعرف يدخل ويسوي كونكت. هذا من الفارقات اللي سواها الحسن، انه في احد الاشهر اجت فاتورتي بالتليفون 4 ملايين. ويلي. هو ليس تليفوني الشخصي وانما تليفون والدته. زين. وحرنا بالسبب، وبعدين عرفنا انه الحسن كان يدخل للانترنت وينزل مواد مختلفه او افلام. اجت فاتورتي بالتليفون 4 ملايين. اجت فاتورتي بالتليفون 4 ملايين. الرواتب ليست بحقيقة، يعني من يقول الراتب 32، من يقول الراتب الحقيقي 12,900. خلي يعلم كل العراقيين. يصفان ضريبة وما أعرف إيش تروح من عنده اشتراك ما أعرف إيش، يصفان 10 ملايين ونص. هذه ال10 ملايين بالله 15 بالشهر أنا خلصانة، لأنه حقيقة يعني أقول لك إياها حقيقة والله العظيم. والله ليش؟ لأن هذه ال10 ملايين بالله 15 بالشهر أنا خلصانة، هذه ال10 ملايين بالله 15 بالشهر أنا خلصانة. شوف أخي الكريم، خلي يسمع الشعب العراقي. أنا أتكلم بصريح العبارة، دا أتكلم أنا شخصيا مطشر السامرائي أعارض إلغاء رواتب التقاعد مال البرلمان. تعرف ليش؟ لأن أنا إذا ألغوا الراتب التقاعد مالي ومرتي وجهالي داحوا مثل ما هس الشعب العراقي البائس اللي أنا أتعاطف وياه تائه، يعني أنا راح أصير مثل هذا التائه وأنا في مصدر القرار. شلون أحاسب واحد بايق مليارات؟ راح يساومني. المفروض يعطيني ما يكفيني. شوف نبيل، ثق بالله العظيم، كل الطبقة السياسية راح أعيدها المرة الثالثة، كل الطبقة السياسية وأنا في مقدمتهم كنا مرتبين وضعنا ووضع عوائلنا، وإذا صار دم بالشارع ابن الخايبة راح يدفع الثمن، وإذا صار دم بالشارع ابن الخايبة راح يدفع الثمن. أنا أسأل، هل منطقي شخص يشتري 5 طقم قنفة في بيت واحد؟ إحنا العراقيين منو من عندنا يحط 5 طقم قنفات في بيته؟ هل منطقي 6 تلفزيونات في بيت واحد؟ السادة المفوضين معظمهم في شقق سكنية، والسادة النواب يعرفون حجم الشقة السكنية. هل الشقق تستحمل 6 تلفزيونات؟ 4 ثلاجات سيادة الرئيس؟ هل يعقل مفوض ياخذ 6 موبايلات يشتري من الدولة؟ هل يعقل الدولة تصرف على المفوض شهريا منظومة انترنت في بيته؟ ملزم الدولة تشتري لي منظومة انترنت وتصرف عليها 400 بين ال 400 و 500 دولار شهريا. هل الدولة ملزمة حجلة الطفل تشتريها من أموال الدولة لمفوض سيادة الرئيس؟ حجلة الطفل ب 35,000 دينار. وصل استلام حجلة الطفل سيادة الرئيس. زوالي ما لذ وطاب تركي وأنقرة ومصري يعني تلفزيونات. اكو اشياء ترفيه سياده الرئيس، خلاط توابل، مثرامه لحم، فيل نحاسي صغير، فيل نحاسي كبير، سمكه حرشفيه، منظم غاز، منشر غسيل سياده الرئيس، خوليات حمام. الدوله ملزمه هاي قضايانا الشخصيه تشتريها، ان قضايا اطفالنا. مره اكو قضايا كبيره ممكن ضروريه مهمه، يعني هاي شمعه ملابس عدد 7. احد المفوضين سياده الرئيس عنده بيتين، يعني هل الدولة ملزمة اللي يتزوج زوجتين تأثث له مرتين؟ لدواعي السرية والضرورات الأمنية، مولدة لبيت السيد المفوض، نقول لدواعي السرية والضرورات الأمنية نسوي دعوة مباشرة نشتري مولدة ب10,000 دولار لدور السادة المفوضين. لحد الآن ماشي، اشترينا مولدات لدور السادة المفوضين. قرار في نفس الجلسة تخصيص مبلغ 12 مليون دينار لشراء كرفان لدور السادة المفوضين، هم مشينا. هاي المولدات اشترتها الدولة للسادة المفوضين. هل ملزمة الدولة بدفع أموال الغاز يصرف شهريا لدور السادة المفوضين؟ ملزمة الدولة تسدد غاز لدورهم؟ تقول لي ماكو. اقول لك هذا المستند وبامكاننا نطبعه ونوزعه على الساده النواب. هاي المستندات السلف اللي مستلمه باسم الساده المفوضين، واذا تحبون اذكر تلفزيون عنده وانا ايش معرفني؟ لا، اترك القرار لكم وانتم اللي تحكمون عليه. بطانيات وسادات دواشق اسفنج. طيب بنتعينوا المفوضين ما كان عندهم حتى دوشق؟ يعني معقول المفوض من اجى ماكو اي شيء في بيته بحيث اشترى من الأخرى الى تنصفني ببعض الدقائق. يعني انا اوفد مفوض الى اربيل شهرين ويا 4 افراد حمايه الدوله تصرف لهم، يروح ايفاد الى سليمانيه سياده الرئيس، من اربيل الى سليمانيه يومين تروح ايفاد تصرف فندق في اربيل وفي نفس الوقت فندق في سليمانيه ليلتين. وعندي قضيه مفتوحه بالنزاهه الان، تاخذ فندق باربيل ليلتين وفي سليمانيه نفس الليلتين في سليمانيه تصرف مخصصات فندق. بس اقول تسبب بهدر كبير للمال العام. حررنا واعطينا لغيرنا يحكم. ثورة ال20 ان شاء الله سوى لي اياها شو اسمه طه الايابي. شو احنا نقوم ونضحي ونعطي شهداء ونسلم حكم لاخواننا وما عندنا فرق. لا سواها الهندي بالعماره وعلى قولتهم احنا لله. اسمعني، العماره
يشرفك ويشرف غيرك. لا هو بس اقول لك اقول لك اقل شيء مدرسينا مطاير حجبنا مطاير او مطاير ثلاث اربعهم استاذ نافع ثلاثة يقول اكثر استاذ نافع. فهم هذول شنو؟ والناس درس خصوصي جاي متعلم من ذني كلهم، جيب له منهج جديد ما يفتهمه فما راح يحصل فليسات فراح يشعل المنهج، يسوي ذا وما يفتهم ايش يسوي؟